السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم جديد. فيديو النهارده عباره عن يوم كامل باللون البيربل. مش انا بس، ده كمان اخويا هيثم هيعمل يوم كامل باللون الاخضر. دلوقتي هنبدا التحدي واوريكم انا معايا ايه. طيب، اهم حاجه هنصبغ شعرنا ونركب لينسز، هنعمل كل حاجه كاني قطعه من اللون البيربل. فيلا بينا هنلبس وهنرجع لكم ونوريكم اللوك كامل. خلصنا، قولولي بقى رأيكم في اللوك بتاعي. كمان الحلق تحفة وشكل الطقم بتاعي تحفة جدا جدا. بس طقم هيثم بقى المشكلة فيه ان تسريحة الشعر الصبغة يعني مش كلها خضرة، يعني مش كلها لون اخضر، وكمان يعني الصبغة مش اخضر مركز يعني. وكمان الشوز اللي احنا جايبينه اورنج لانه كان فيه اي شوز باللون الجرين. فالنهارده بقى هروح ادور انا وهيثم على شوز جرين ليه. بس ما تنسوش بقى تقولي رايكم في الاوتفيت بتاعي، الاوتفيت بتاع هيثم، وقولوا مين احلى اوتفيت. وهنروح بقى نشتري العدسات معاكم. جماعة احنا وصلنا، عايزين برضو نوريكم ان انا لمحت شوز مش اخضر بس هو عاطي على اللون البيبي بلو. فتعالوا نشوفوا. جيت هنا بقى يا جماعة عشان اشتري لينسز باللون البيربل. بصوا، هي لينسز فوق كمان في جماعة تو لينسز، بس انا مش عايزة اللينسز اللي على شكل دبدوب دي اهي. بس بصوا يا جماعة شكلها كده غريب مش عجباني، فانا هاخد دي. بصوا يا جماعة، واحنا رايحين المحل واحنا مروحين يعني لقينا المحل ده، فبيقولوا ان هو فيه الوان كتير جدا، فاحنا عايزين ان احنا ناخد منه. اوكي، هاخد في كون. هو المشكله بتاعته يا جماعه ان احنا اللي بنعمل لنفسنا، طبعا احنا اكيد مش عارفين الاطعمه وايه الحاجات دي، بس يعني فكره جميله. هاخد الليمون، بس الليمون ده يا جماعه مش اخضر، انتوا شايفينه اخضر؟ انا شايفه اخضر. اوكي يا جماعه، بصوا هو انا مش لاقيه اي ايس كريم باللون البيربل، فبيقولوا ان هما هيشوفوا اي علبه باللون البيربل. لقيت حاجات كتيرة اوي بيربل، فهاخد ده لانه بيربل يا جماعة. قولوا بقى مين اللي التزم لحد دلوقتي بالتحدي. يلا بينا بقى اشوف هنا اي جيوز باللون البيربل. هو ده بيربل يعني؟ ايوه بيربل. خلاص هاخده. انا هاخد ده. خلاص دلوقتي اشترينا الحاجات بتاعتنا، هناكلها بقى هنا على الترابيزة. خلاص بقى يا جماعة، خلصنا اكل ودلوقتي هنروح ونشوف هنعمل ايه بقى معاكم. بصوا يا جماعة، انا دورت ماما قامت قايله لي انا عاينه سمك بلون بيربل كده فهو ده لونه حلو قوي قوي، فبرضو ممكن ينفع للتحدي. انا لقيت البازلاء دي شكلها برضو جميل، وممكن انا بحب اصلا البازلاء، هنعمل اكل معاكم بقى. بصوا يا جماعة، انا لقيت هنا العنب ده، وطبعا العنب ما ينفعش يتعمل عصير، فهاكل العنب كده جنب الاكل عادي. كده السمك خلص، هنحط هنا العنب. اوكي، هحط الطبق هنا. في ايه، هناخد كمان طبق ونحط في الطبق بقى السمك بتاعنا. واو، ريحته جميلة جدا. كويس يا جماعة ان انا اصلا لقيت السمك ده. اوكي، هناخد بقى العنب بتاعي وهقعد اكل هنا على الكرسي ده، عشان كده حاسه ممكن ينفع للتحدي مع انه مش بيربل، بس هنقعد عليه اكل بقى انا وهيثم مع بعض. اوكي كده يا جماعه خلصنا اليوم، يوم جميل جدا. بس طبعا يا جماعه اهم حاجه عايزين ناخد سناك خفيف كده، نجيب سناك واشوف ايه السناك اللي عندنا وهجيبه وهوريه لكم. بس هدور بس اشوف السناك وهجيلكم تاني. احنا الاتنين لقينا، بس انا ما لقيتش سناك، لقيت جوز. ده جوز كده بالكراميل والحاجات دي الحلوه دي، وانا لقيت اللي هو البتاع ده اللي عارف اسمه يقولي لان نسيت. هو طبعا من بره لونه مش اخضر بس من جوه لونه اخضر. فهناكل بقى، اوريكم ناكل ونرجع لكم بقى. بس كده يا جماعه، هو ده كان فيديو النهارده. متنسوش بقى ان انتوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. كان فيديو خفيف كده اوريكم انتوا لو عاملين يوم كامل برضو بلون يعني تاكلوا ايه وما تاكلوش ايه. فبقى متنسوش ان انتوا تحطوا اللايك زي ما قلت لكم، وتدعموني بالكومنت اللي بتحطوه. بس كده، باي.